أسأل مجرب ولا أسأل طبيب؟ في دراسة اتعملت في جامعة إدنبرا في 2024 جابوا كده مجموعة من الناس قالوا لهم احنا اكتشفنا دواء جديد. الإحصائيات بتقول إن هو فعال بنسبة أكتر من 85% من الأدوية العادية وبأعراض جانبية أقل. المهم الناس اقتنعت وابتدت تاخد الدواء، وبعدين بعتوا لهم شخص واحد بس يقول لهم حاجة واحدة بس: أنا جربت الدواء ده وما نفعنيش. وتاني يوم يا سيد أكتر من 54% من الناس، يعني نصهم تقريبا، بطلوا ياخدوا الدواء. في تجربة عشوائية اتعملت على 404 طالبة في جامعة بنسلفانيا في أمريكا، عملوا حاجة لطيفة جدا لإقناع البنات دي إن هم ياخدوا مصل ال HPV اللي بيحميهم من العدوى المتسببة في سرطان عنق الرحم، واللي بالمناسبة هو تاني سرطان بيؤدي للوفاة في السيدات. جابوا لهم مجرب وجابوا لهم طبيب، وبالفعل أكتر من 22% من البنات دي فعلا أقبلت على التطعيم. قصص والتجارب بتنشط في المخ دوائر الانفعال والذاكرة، وده اللي بيأثر على اتخاذ القرار في النهاية. أسأل مجرب ولا أسأل طبيب؟ اسأل نفسك، حكم عقلك. مش كل القصص هي حقائق مسلمة، ولا قصتك هي قصة غيرك. دمتم دايما في أفضل صحة وحال.